السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هعمل معاكم مكرونة، مش هسلقها ولا هحمرها، سهلة وسريعة في حلة واحدة، طعمها وريحتها في منتهى الجمال. طاسة على النار أو حلة، حطيت فيها فلفل ألوان، جزرة مبشورة وبصلة مبشورة وطماطم مكعبات وثوم مفروم و3 معالق كبار صلصة وكيسين مكرونة أي نوع والتوابل ومرق الدجاج والملح، وأقلب كل ده. انا نقلتهم في حله وبعدين احط لهم الميه السخنه واقلبهم واسيبهم يستووا. وبألف هنا وشفا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هعمل معاكم كبد وقوانص. طاسه على النار فيها شويه زيت، لما يسخنوا انزل بالقوانص لوحدها، اشوحها، احط معاها بصل وفلفل رومي وثوم مفروم واحط التوابل واشوح كل ده مع بعض واغطيها وعلى نار هاديه تستوي. الطاسه التانية هعمل فيها الكبده، زيت وثوم وكزبره احمرهم، وبعد كده انزل بالكبده اشوحها، احط لها فلفل اسود، اشوحها واوطي عليها واسيبها تستوي. حطيت قوطه للقوانص عشان تكمل سواها. بعد ما القوانص استوت والكبده استوت حطيتهم على بعض وحطيت فلفل حامي وقلبتهم وسبتهم ياخدوا غلوه. تعالوا نعمل مع بعض كاتشب اقتصادي في البيت، طعمه في منتهى الجمال ومفهوش مواد حافظه. كوبايتين ميه في طاسه على البارد ومعلقتين كبار نشا ومعلقه صغيره بابريكا عشان اللون ونص معلقه صغيره ملح و3 معالق كبار سكر و4 معالق كبار صلصه ومعلقتين كبار خل، وأقلب الخليط ده كله مع بعضه لغاية ما القوام يتقل ويغلي. ما سيبش التقليب عشان ما يكلكعش مني، وكل ما يغلي كل ما اللون بتاعه هيغمق. لو عايزة لون أغمق ضيفي بابريكا وقدميه وبألف هنا وشفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هعمل معاكم ستريبس الدجاج في البيت بطريقة سهلة جدا وبسيطة. جبت الفيليه، غسلته وصفيته، حط له التوابل والملح، وهحط معلقتين كبار خل وعصر ليمونتين، وهحط معلقتين كبار كاتشب، والكاتشب ده انا عاملاه في البيت. هقلبها تقليبه كويسه واسيبها في التلاجة ساعه. بعد كده هجيب الدقيق وابهره، ابهر الدقيق واحط له معلقتين كبار نشا واقلبهم مع بعض. بعد كده اخد الفيليه بعد ما طلع من التلاجة احطه في الدقيق، بعدين احطه في الميه الساقعه، بعدين احطه تاني في الدقيق، وبعدين اقليه في زيت غزير ويكون سخن بس على درجه حراره متوسطه، وبألف انا وشفا. السلام عليكم. ده نص كيلو لوبيا نقعاه لمده ساعه وبعدين هسلقه. سلقت فرخه وسلقت اللوبيا، وهعمل الصلصه بتاعت اللوبيا. معلقه سمنه ومعلقه توم والتوابل شوحتهم مع بعض. حطيت العصير الطماطم يغلي غلوه، احط اللوبيا واسيبها تغلي غلوتين. بعد كده هقفل عليها واعمل الملوخيه. حطيت الملوخيه على الشوربه وظبطت لها الشوربه. هعمل الطشه، معلقه سمنه ومعلقه توم ونص معلقه كزبره، واول ما يتحمر اطش بيهم الملوخيه. حمرت الشعريه، غسلت الرز وحطيته على الشعريه، هحط ملح اقلبهم مع بعض، وبعدين اروح حاطه الميه المغليه، اظبط الميه للرز. بعد كده اما يتشرب اوطي عليه واسيبه، وبألف هنا وشفا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هعمل معاكم طاجن مكرونه بالفراخ في الفرن. طاسه على النار فيها شويه زيت، لما الزيت يسخن انزل بالفيليه اللي مقطعاه قطع صغيره، ده نص كيلو فيليه، اشوحه شويه ولما لونه يتغير اروح حاطه التوابل والملح. بعد كده اشوحهم مع بعض، بعدين احط البصله المبشوره واسيبهم يستووا. هعمل الصلصه. حطيت بصله مقطعاه صغير ومعلقه ثوم مفروم، هشوحهم في شويه زيت
بعدين انزل عليهم بالتوابل والملح، بعدين معلقتين كبار صلصة، معلقتين كبار خل، شوحهم مع بعض، بعدين احط عصير الطماطم واسيبهم يتسبكوا. بعد كده هسلق بقى المكرونة، بس ما سويهاش على الاخر، هسيبها فيها شوية. بعد كده صفيت المكرونة، حطيت لها شوية قوطة من التسبيكة، وبعدين جبت الطاجن حطيت فيه الفراخ، بعدين حطيت فيه من التسبيكة، واحط عليه المكرونة وادخله الفرن ربع ساعة في الفرن. هنا كده كان طلع الطاجن، وقلبته بألف هنا وشفا. السلام عليكم. النهاردة هعمل معاكم رز بلبن. احط كوباية رز و5 كوبايات مية في حلة واسيبهم يستوي. بعد ما يستوي اجيب كيلو لبن، احط لهم 2 معلقة كبيرة نشا وادوبهم واحطهم على الرز، واحط كوباية وربع سكر واقلبهم واسيبهم بقى لغاية لما يغلوا. بعد ما يغلي اطفي عليه واحط كيس فانيليا واقلبه، واروح بقى هغرفه. بعد كده اسيبه يبرد وازوقه باي حاجة او بزبيب وجوزة الهند الموجود. ويا رب الطريقة تعجبكم، وبألف